فضايح نادي الزمالك بلسان الاسطوره بتاعتهم شيكابالا. شيكابالا بيقول لك احسن مدرب دربت معاه كان اوسوريو، بس مشكلته ان هو كان بيشرب وشاور على الكوبايه. طب كان يقصد ايه؟ بيشرب ميه مثلا؟ الله اعلم. الكارثه بقى انه بيقول لك في نهائي افريقيا 2016 كان اسهل، كان بطوله قريبه جدا، بس المشكله ان احنا كنا بنلعب ب 16 لعيب. لا، فراح حد قال له لا، مش 16 لعيب، 14 لعيب، لان انا دخلت على اتنين في ليله المباراه، اتنين لعيبه في ليله المباراه في غرفه الملابس لقيتهم بيشربوا شيشه. ايه ده؟ ايه ده؟ ازاي لعيب الكوره في معسكر ونهائي ابطال دوري ابطال افريقيا وبيشربوا شيشه؟ ده ايه ده؟ فضايح علني، فضايح علني، مصايب زرقاء حرفيا. يرجعوا يقولوا نادي القيم والمبادئ. قيم ومبادئ ايه؟ يا نهار اسود ومنيل. خبر اسود. ادي يا جدعان الفضايح جايه من عندهم هم، او يعني من نفسهم. الاسطوره بتاعتهم اللي بيقولوا عليهم اسطوره نادي الزمالك هو اللي خارج يقول الكلام ده. ادي المفروض الغريم التقليدي ليك او القطب الثاني للقريه المصريه. الله يسهله. المهم بقى حاجه تانية هنتكلم فيها. توقعي لتشكيل النادي الاهلي بكره. اظن ان مصطفى شوبير هيلعب بسبب ان الشناوي لسه وفاة والده هيكون متأثر طبعا. وينج يمين هيفاضل ما بين حسين الشحات لان ادى المركز ده كويس جدا في التدريبات وهو لعب قبل كده، او عمر كمان. خط الدفاع هيبقى اشرف داري واحمد رمضان بيكهام. وينج شمال هيبقى كريم فؤاد لان اصابه محمد شكري. خط الوسط اليو ديانج، محمد علي بن رمضان وزيزو. والوينجات تريزيجيه، اشرف بن شرقي ومحمد شريف. الاهلي قادر على ان هو يفوز. الحكم احسن حكم في مصر حاليا امين عمر، ما عنديش اختلاف عليه، بس المشكله في الفار، ان طارق مجدي هو الفار. طارق مجدي سبب تعادل في المباراه الاولى بسبب في اخطاء فظه. كان ليك ضربه جزاء، غير ان كان محكم المباراه وكان مكتفها بطريقه غبيه جدا. على العموم هتبان وان شاء الله يكون التوفيق للاهلي. وبكره بعد المباراه نبارك لكل جماهير الاهلي والاهلي بالفوز ان شاء الله، ونستمر ضغط على المنافسين. لسه بدري بس احنا في مرحله تجميع النقط، وان شاء الله هنكون بكره الفوز ومساعده ان شاء الله في فوز بالدوري بامر الله. الثلاث نقاط دول هيبقوا حافز لعيبه الاهلي ان هم يجيبوا كمان نقاط ونقاط، وان شاء الله يكون حافز مباراه بيراميدز باذن الله.